حد قالك لو جبت كام شريحة جبنة رومي وكام قطعة لانشون وجبت طماطماية وقطعتها وجبت اي بولة وتحط فيها بيضتين، تنزل عليهم برشة ملح ورشة فلفل وتقلبهم كده حوالي مش اكتر لحد ما يدوبوا خالص، تنزل بيهم في اي طاسة على نار متوسطة وتجيب عيش تورتيه او تورتيلا، قولوا لي انتوا بتسموه ايه، وقبل ما يتلم معاك تروح نازل عليه بالعيش التورتيه كده من فوق، واول ما تلزق معاك تروح مطلعها، تروح جايب اي جبنة كريمي او جبنة مثلثات وتفردها كده بالشكل ده، وتروح قاطع كده زي ما انا عملت، وتروح حاطط كده جبنة رومي بالشكل ده وجنبيها كده طماطم والجنب اللي هناك ده لانشون، واخر حاجه مثلا شويه خس، وتروح لففها كده بالشكل اللي انا بعمله ده، وتروح حاطط فيه شويه جبنه موتزاريلا وتحطها في طاسه على نار عاليه لحد ما تتحمص معاك بالشكل ده. كده انت عملت فطار بطريقه سهله واختراع جدا بدل الطرق التقليديه اللي احنا متعودين عليها، وعاوز اقول لك طعمها تحفه بجد والله، لازم تجربوها. بس كده ما تنساش تعمل سيف للفيديو عشان تجربه، واعمل لي فولو عشان صدقني هتستفاد. هنشتري شويه سوسيس من السوبر ماركت وشويه عيش من الفرن اللي جنبه، وهنعمل العظمه دي في اقل من 5 دقايق. هنجيب 5 ولا 6 عيش تورتيلا تعملوا كده بالشكل ده زي ما انا بعمله، بعد كده هنحطهم كده بالشكل ده، بعد كده هنجيب شويه سوسيس ونقطعهم كده ونحطهم كده بالشكل ده، بعد كده هنجيب 3 بيضات عليهم نص كوبايه لبن، وحط شويه جبنه موتزاريلا، حاول تكترها على قد ما تكتر عشان دي اهم حاجه، واخر حاجه شويه بقدونس، وهتروح مقلبهم كده لحد ما يتقل معاك ويبقى شكله حلو بالشكل ده، وتروح نازل كده في الصينيه وتروح حاطط شويه زيت كده في الاخر من على الوش وتدخلها الفرن تستوي. كده انت عملت بقى فطار او غدا او عشاء، اي وجبه في اليوم ممكن تاكلها في اي وقت، ونقطعها كده مربعات بالشكل ده، بعد كده تسمي الله وتبدا تاكل. شكلها هتخلص النهارده دي. بس كده ما تنساش تعمل سيف للفيديو عشان تجربه، واعمل لي فولو عشان تصدقني هتستفاد. حد قال لك لو جبت شويه لانشون وجبنه رومي وجبت طاسه على النار حطيت فيها شويه زيت ومكعب زبده وسيحتهم كده، وجبت 3 بيضات عليهم رشه ملح ورشه كمون ورشه فلفل، بعد كده نزلت بربع البيض في الطاسه، بعد كده جبت عيش تورتيه او تورتيلا، قولوا لي انتوا بتسموه ايه، وحطيته بالشكل ده، وحطيت عليه لانشون وشويه جبنه موتزاريلا، بعد كده نزلت بعيش تاني، بعد كده حطيت الجبنه الرومي وشويه جبنه موتزاريلا برده وشويه كاتشب او صلصه، وممكن تزود او تنقص اضافات براحتك، وهتنزل عليهم باخر حاجه بعيش التورتيلا وبقيه البيض اللي احنا سيبناه، وتغطيها وتعلي عليها تخليها تاخد لون من تحت، بعد كده تقلبها وتسيبها تستوي براحتها على نار متوسطه. كده انت عملت فطار او عشاء بطريقه حلوه جدا. انا بالنسبه لي ممكن تخليها بيتزا للغدا عادي عشان تقيله قوي على فكره، بس اغلب الناس اللي عملتها حاطينها في حته الفطار بس، وطعمها تحفه بجد، طالعه عامله زي البيتزا، ممكن تاكلها في اي وقت عادي. بس كده كنت جاي اقول لك، حد قالك لو جبت جبنه رومي وطماطميه قطعتها بالشكل ده وجبت 3 بيضات وقلبتهم كده حوالي مش اكتر وعليهم رشه ملح وسيحت حته سمنه في الطاسه وحطيت الطماطم فيها لحد ما تتسبك شويه، بعد كده نزلت عليها بالبيض ونزلت بعيش تورتيه كده من فوق لحد ما تستوي وتقلبها الناحيه التانيه، تنزل بشويه جبنه موتزاريلا والجبنه الرومي وتعملها زي الساندوتش كده وتسويها على الناحيتين لحد ما الجبنه تسيح خالص وتقرمش معاك من بره، وتقطعها كده بالشكل ده، هتعتبر نفسك بتاكل بيتزا والله من حلاوتها. كده انت عملت اسهل واسرع فطار بطريقه مختلفه جدا غير الطرق اللي احنا متعودين عليها، وفي نفس الوقت سريع ما بياخدش وقت، وطعمها تحفه بجد والله، لازم تجربوها. بس كده وكنت جاي اقول لك